صدارة مستمرة للعطية ولوب يحصد مرحلته الرابعة. حصد الفرنسي سيباستيان لوب يوم الأربعاء مرحلته الرابعة في النسخة الحالية من رالي دكر الصحراوي في السعودية، بيد أن صدارة الترتيب العام لا تزال بقبضة القطري ناصر العطية بفارق ساعة و21 دقيقة عن أقرب مطارده. وسجل لوب البحريني ريد إكستريم في الساعة و48 دقيقة و32 ثانية في المرحلة العاشرة، متقدما على السويدي ماتياس إكستروم أودي والبرازيلي الشاب البالغ 25 عاما لوكاس مورايش اوف درايف. في محل العطية تويوتا جازو ريسينج في المركز الرابع بفارق 5 دقائق و45 ثانية عن بطل العالم للراليات 9 مرات. قال مساعد العطية الفرنسي ماتيو بوميل: لسنا بحاجة للهجوم، لن نحاول الفوز بالمراحل. الأهم هو البحث عن التتويج النهائي، وسيستمر هذا السيناريو حتى النهاية. وأقيمت المرحلة العاشرة بين حرد والشيبة على مسافة 622 كيلومترا، بينها 114 مرحلة خاصة، فيما من المقرر إقامة ماراثون المرحلة الحادية عشر الخميس بين الشيبة والربع الخالي على مسافة 426 كيلومترا، بينما 273 مرحلة خاصة. ولن تتاح خدمة المساعدة الميكانيكية للسائقين الخميس في مخيم المبيت. علق بوميل: إذا جعلونا نتقاطع مع الكتبان الرملية ستكون الأمور معقدة، لأنه يتعين علينا إيجاد المسار الصحيح، وقد تقع بسرعة بالخطأ وتخفق في إيجاد نقطة المسار التالية. ويتقدم العطية صاحب ل 52 عاما، حامل اللقب 4 مرات أعوام 2011 2015 و19 و2022 بفارق ساعة و21 دقيقة و34 ثانية عن مورايش، وساعة و37 دقيقة و23 ثانية عن لوب.